السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في القناه ديالنا مع فيديو جديد. ففي هذا الفيديو غادي نشارككم معكم بمناسبه اقتراب العيد الاضحى. بهذه المناسبه كنقول لكم عيد مبارك سعيد وعواشركم مبروك، الله يدخلوها عليكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله. غادي نشارككم معكم طنجيه في الكوكوط اللي كتجي من اسهل ما يكون وناجحه 100%. تحلفوا عليها راه طيبه في الفرناتشي ولا احسن منها كاع، يعني نفس المذاق كل شيء، والمرق كذلك تيجي معلك وتيجي زوين بزاف. فندوزو دابا المقادير. غادي نحتاجو واحد معلقه كبيره ديال الكمون ممتلئه، معلقه كبيره ديال قزبر حبوب بهذا الشكل هذا، ضروري ديروا معلقه ممتلئه. فهاد الجوج ديال المكونات الاولين ضروري تكثروا منهم شي شويه. هنايا هادو شويه ديال الملحه، شويه بحكم ان راه عندنا المصير وعندنا السمن، شويه ديال البزار، عندي معلقه صغيره ممسوحه ديال الخرقوم وديال السكنجبير. بالنسبه للخرقوم هكا باش يعطينا اللون، اما نورمالمون هكا الطنجيه ما تيكونش فيها الخرقوم والسكنجبير. حنا هنا درنا غير شويه شويه كيعطي واحد لوغو زوين. عندنا حامضه مصيره مقطعه على 4 المرات، عندي هنا معلقه كبيره ديال السمن، عندي هنا فصوصه ديال الثومه، واخا غيبانوا لكم هذيك الكركوبه هكاك غنحطوها هكاك، وهذاك الثومه اللي محكوكه غادي نديروها حتى هي في الطنجيه. عندي تقريبا هنا نص كاس ديال زيت العود، هنا عندي زعفران شعره، كاس كبير ديال الماء اللي غادي نحتاجوه اللي غادي نديرو فقط في الطنجيه ديالنا. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الزعفران وغادي نوضعوه في داك الماء اللي غادي نطيبوا فيه الطنجيه. بالنسبه لك يعني بالنسبه للطنجيه اللي كطيب في ديك القله ديال الطنجيه، راه ما تيدارش فيها هذاك الماء كامل، ولكن بحكم اننا غنديروها في الكوكوط غنديروا ليها هذاك الكاس الكبير ديال الماء. عندي هنايا بالنسبه للحم عندي كيلو ونص ديال اللحم اللي هكذا يستحسن هذيك اللي غادي تستعملوا في الطنجيه تكون هكا فيها شويه ديال الشحمه شويه ديال العظومه باش كتعطيكم ديك ليدام اللي تيجي زوين هكا في الطنجيه. وكما شفتوا معايا كذلك عندي ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي تعاودوا تشوفوا معنا هنايا المقادير فاش غادي نبداو نصبوا. شوفوا معايا العمليه اللي غادي نديرو. غادي ناخذوا الكوكوط هكا اللي غادي نطيبوا فيها وغادي نوضعوا فيها البهارات هما الاولين. عندي هنا معلقه كبيره كما قلت لكم ديال مملوءه ديال الكمون، ضروري الكمون يكون كتير. البزار والملحه، الملحه ما تكتروش. هاد الشويه اللي شفتوا معايا دابا راه غير نص معلقه صغيره وجاتني هي هذيك، يعني ما زدتش مازال زدتها الملحه نهائيا. كما قلت لكم معلقه ممسوحه ديال السكنجبير وديال الخرقوم للتلوين، باش هكذا نحصلوا داك اللون ذهبي في الطنجيه ديالنا. وعندي معلقه كبيره مملوءه حتى هي ديال القزبر حبوب، ضروري كما قلت لكم تكثروا من الكمون وتكثروا من القزبر حبوب. عندي هنايا معلقه كبيره ديال السمن اللي هو حتى هو يعني شي حاجه اللي اساسيه في الطنجيه. فالمكونات الاساسيه ديال الطنجيه راهم باينين كلشي عارفهم، لكن راه كيكونوا اضافات، يعني كل واحد وشنو كيبغي يزيد. نسيت ما قلتش لكم في المكونات، راه كاين كذلك واحد البصيله صغيره اللي خليتها صاينه غادي نديرها مع الطنجيه هكذاك صاينه. بغيتوا تقطعوها وديروها باش تختار لكم المرق تقدروا كذلك ديروها. هنا كما قلت لكم كذلك بالنسبه للثومه، نورمالمون هكذا في الطنجيه راه كتدار غير كركوبه هكاك ديال الثومه مغسوله مزيان. هنا بالنسبه للكوكوط غادي نديروها محكوكه، خدينا واحد الفصوصه نيت يعني واحد الكميه لا باس بها ديال الثومه وحكيناها. وكما شفتوا معايا درنا داك الماء اللي كنا مخلين فيه الزعفران باش يطلق، زعفران شعره. الا ما كنتوش كتوفروا عليه ديروا ضامه ديال الزعفران ضروري حتى هو في الطنجيه، شي حاجه اللي مهمه بزاف. هنايا كنخلطوا داك المكونات مزيان بالماء. راه زيت العود باقي ما ضفتهاش دابا، حتى من بعد عاد غادي نزيدها. صافي في هاد الترميله او هاد العذريه اللي صايبنا غادي نبداو ناخذوا اللحيمات ديالنا وغادي نبداو هكذا ندوزوهم في ديك الشرموله ونبداو نوضعوها بحال هكا على جانب. راه ما يجيكمش نهائيا الماء كثير، كما قلت لكم الا كنتو غطيبوها في الكوكوط راه ضروري ديروا شويه الماء كثير. يعني بالنسبه للطنجيه اللي كاملين حنا كنعرفوها، بحكم ان الطنجيه راه كطيب في الفحم هذاك الرماد ديال الفاخر وكطيب شويه، يعني داكشي علاش ما كنديروش ليها بزاف ديال الماء. هذه لا ضروري ديروا لها الماء، واخا كتنقصوا عليها ديروا ليها الماء راه باش ما تحرقش ليكم. راكم عارفين هكا الكوكوط راه تقدر تحرق. كما شفتوا معايا كنديروا الحيمات ديالنا كاملين بنفس الطريقه. فهكذا مره كنتشهاو الطنجيه هكذا مع العيد الكبير كتكون اللحم موجوده، علاش لا هكا ما نديروهاش غير في الدار. وثقوا بيا راه كتجي خطيره وكتحلفوا، يعني تحلفوا عليها راه طيبه في الفرناتشي وطيبه على مهل.
كتجي بحال هذيك اولا يعني كتجي بنينه بزاف، يعني ديال المذاق ديال الطنجيه كتجي خطيره. غتشوفوا معايا النتيجه من بعد. فكما شفتوا معايا هنا من بعد ما شرملنا اللحم ديالنا كامله، وزعما من بعد ما كملنا هكا الطريفات ديالنا كاملين، كناخذوا ديك زيت العود عاد باش غادي نديروها من الفوق. ما درناهاش من الاول باش نخليو داك اللحم هكذا يشرب داك الشرموله، بحكم ان الزيت راه ما كتخليش اللحم تاخذ ديك الشرموله. كما قلت لكم هنا عندي نص كاس ديال زيت العود. وهذيك الحامضه مصيره اللي حيدت ليها هكا دوك العظومه اللي كيكونوا فيها لداخل، وقطعتها على 4 وغادي نوضعها فوق منها بحال هكا. كذلك الحمض مصير شي حاجه اللي مهمه واساسيه في الطنجيه. هذيك البصيله الصغيره اللي قلت لكم نخليها صاينه هكا غير باش تطلق ليا داك اللوغو ديالها، المذاق ديالها في اللحم. البصله راها كتعطي واحد اللوغو زوين، وكركوبه ديال الثومه اللي قلت لكم. صافي هكا كنكونوا نصبنا الطنجيه ديالنا كما شفتوا معايا. راه طريقه سهله. وشوفوا معايا داك الماء، بالنسبه للعبار ديال الماء راه كاس كبير، هي هذيك خاص الماء يجي مقاد مع اللحم بحال هكذا. كما شفتوا معايا. صافي غادي نزيدوها واحد ورقه ديال سيدنا موسى، وغادي نوضعوها على نار ما تكونش مهيله بزاف، يعني تكون هكا متوسطه. وكل ثلث ساعه بحال هكاك ولا كل 20 دقيقه طلعوا عليها باش هكذا تفاداو انها تحرق لكم اولا تشرب لكم داك الماء بزاف. وكما قلت لكم ما تجهدوش عليها بزاف وما تنقصوش عليها بزاف كذلك. هنا من بعد ما طابت لينا الطنجيه ديالنا، شوفوا معايا انا راه باقا كتغلي، راه ما زدناهاش نهائيا، مازال الماء ما حتى شي حاجه. هذا غير البال اللي درنا ليها، وهذاك اللي دام اللي طلقات ليه بوحديتها، فيو ان ديك اللحيمات فيهم شويه ديال الشحمه، دونك سي نورمال هكذا طلقات شويه ديال الماء. شوفوا معايا كيفاش كتجي مدغمره. غادي نوريكم اللي غادي نبدا نحط فيها في التبصيل. شوفوا معايا داك المرق كيفاش جا معلك وجا خاتر وزوين بزاف. صافي دابا غادي ندوزو معكم نبداو نحطو في اللحيمات ديالنا ولا في الطنجيه ديالنا. كتجي ناشفه هكذا، يعني هي هذيك تتجي ناشفه وكتجي فيها هذيك الدغميره اللي كتجي خطيره. شوفوا معايا راه غير بعينيكم غادي تشوفوا كيفاش كتجي ديك الدغميره، واخا ما درنا ليها لا بصله لا حتى شي حاجه، كتجي هكا فيها هذيك التعليكه خطيره بزاف بهذا الشكل هذا. داكشي باش قلت لكم هذاك الكويس الكبير ديال الماء ضروري ديروه باش يلاه تلقى فاش طيب. وكما قلت لكم بحكم انها طيبه في الكوكوط ماشي طيبه في القله. وما نعاودش لكم اللحم شحال جات هشيشه ورطيطبه. بالنسبه للوقت ديال الطياب تقريبا واحد ساعه ديال الطياب. وتقدر تاخذ معكم قل، ولا كنتو ناقصين ليها راه غادي تاخذ معكم، تقدر تاخذ معكم اكثر. لكن راه حنا كما قلت لكم راه نقصنا عليها شي شويه، ما خليناهاش هكا مجهده. كتجهدوا عليها غير في الاول، فاش يلاه كتبغي تبدا تغلي عاد باش كتنقصوا عليها. شوفوا معايا داك المرق اللي بقى لتحت شحال كيجي مدغمر. شوفوا معايا ديك البصله دابت حتى هي مع الطياب، راه حتى هي كتلق لوغو ديالها زوين في المرق. وكما قلت لكم راه عندكم الاختيار كذلك انكم تقطعوا واحد البصله كبيره تشلضوها وديروها الا بغيتوا. لكن شوفوا معايا هنا راه بلا بصله. شوفوا معايا الدغميره كيفاش خرجات، راه خرجات خطيره بزاف. وما نعاودش لكم على المذاق، جات هي هذيك، ما جاتش مالحه نهائيا. كما قلت لكم ما تكتروش الملحه بحكم ان راه عندنا المصير وعندنا السمن. يلاه كتجي هي هذيك. شوفوا معايا المرق كيفاش هذيك التعليكه ديال المرق، راه الصوره راه كدوز لكم. فهكذا كتكون الوصفه ديالنا ديال اليوم سالات. كنتمنى انكم تجربوها في هذا العيد هذا. هذاك الحامض مصير اللي بقى اللي طابت فيه هو كنحطوه من الفوق. هكذا كتكون الوصفه ديالنا سالات. وديك الثومه اللي كتجي زوينه كذلك. الا جربتوها ردوا عليا في لي كومونتير، راني كنوعدكم انكم غتنجح لكم 100%. واخا تكونوا اول مره غطيبوها تبعوا معايا المراحل. راه الا شفتوا معايا ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه سهله بزاف وواضحه، يعني ما فيها حتى شي تعقيدات. شوفوا معايا شحال جات معلكه. خليو لينا دي كومونتير، خليو لينا الاراء ديالكم، راه غادي تشجعونا بزاف. وخليو لينا لي لايك اللي عجبتكم لا فيديو. هنا غادي نقسم معكم اللحيمات تشوفوا كيفاش طيبين وكيفاش كتجي اللحم فتيه ورطيطبه. راه ما نعاودش لكم كيفاش كتجي فتيه بزاف. فهكذا كتكون الفيديو ديالنا ديال اليوم سالات. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا.
ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديده.